أمطار وعواصف رعدية ورياح قوية قادمة إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة. قبل خوضي في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا فضلا وليس أمرا. أمطار وزخات رعدية متوقعة على المرتفعات الجبلية للولايات الغربية خلال يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة في بعض الولايات تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية بجنوب الصحراء. وخلال يوم الجمعة ويوم السبت 9 من ماي، أمطار وعواصف رعدية متوقعة بقسنطينة وببجاية وبالعاصمة الجزائرية خلال يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء 12 من ماي 2026. أجواء مستقرة إلى قليلة السحب بجنوب الواحات وجنوب الصحراء خلال يوم السبت ويوم الأحد بإذن الله. تشير التوقعات للنموذج الأوروبي باستمرار نزول أمطار وزخات رعدية محلية قوية خلال يوم الخميس 7 من ماي. اضطراب جوي سيشمل الولايات الوسطى والولايات الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. أمطار حاضرة على باتنا وخنشلة وسوق هراس وعنابة وسكيكدة وقسنطينة وجيجل وبجاية وسطيف وتيزوز والمدية وبالعاصمة الجزائرية. هذه الأمطار ستكون محلية قوية جدا مسحوبة برياح قوية. يجب التوخي الحيطة والحذر وتجنب الوديان والمنحدرات. خلال يوم الجمعة 8 من ماي ويوم السبت 9 من ماي استمرار أمطار وعواصف رعدية متوقعة إن شاء الله بعد الولايات الوسطى والشمالية الغربية، وأجواء مستقرة بجنوب الواحات وجنوب الصحراء. خلال يوم الأحد 10 من ماي ويوم الاثنين 11 من ماي استمرار أمطار وعواصف رعدية متوقعة بإذن الله ببعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية، وأجواء مستقرة بأدرار وورقلة وتمن راس والإليزي. خلال يوم الأربعاء ويوم الخميس 14 من ماي استمرار تكونات رعدية بوهران بتيارة بجلفة بالعاصمة الجزائرية ببجاية قسنطينة وتبسة وخنشلة وباتنا وباريكة والمشرية، وأجواء مستقرة بأدرار وورقلة وتمن راس والإليزي. خلال يوم الجمعة 15 من ماي أمطار وعواصف رعدية مستمرة بإذن الله ببعض الولايات الوسطى والشمالية الغربية.